احكي لنا عن بطولة افريقيا وحضرتك مدرب بقى 2020. هو الهدف ما كانش بطوله افريقيا كهدف اساسي، دي كانت محطه لينا. يعني الحمد لله برضو على مستوى الشباب عاملين برضو زي المنتخب الاول، الحمد لله دي رصيدنا حقيقة. بطوله افريقيا الحمد لله كويس جدا، دي حقيقة. وعندنا رجال كويسه جدا. انا الهدف من الشباب مش ناخد بطوله في الشباب، ده انا لما المنتخب الشباب ده يخلص او فريق الشباب في النادي يخلص ينتهي وقته، كم واحد من دول يلعب فريق اول؟ منتخبات كتير قوي وانديه كتير قوي، يعني عندها فريق شباب كتير بتكسب، يجي في المنتخب الفريق الاول ولا واحد بيطلع في الاول ولا في نادي ولا في المنتخب، يجي يقول لك الجيل فين؟ ده الجيل كان بطل العالم، اجيال كتير كده. النهارده لا، انا شايف النجاحات او الهدف الاساسي اللي بيتعمل منه فرق الشباب والناشئين ان انا يبقى عندي مجموعه من اللعيبه اطعم بيها خدم على الفريق الدرجة. الاول سواء في الانديه او في المنتخبات. لو انا مش هشتري الكلام دوت احنا مش هنكمل المنظومه او الدنيا مش هتمشي زي ما احنا ماشيين في الخط اللي احنا ماشيين فيه، ان هيجي بعد كده يحصل عندك ضرب في المنتخب الاول او الفريق الاول في الانديه، هيبقى في فجوه في اللعيبه. لكن طول ما انت عندك استمراريه كل سنتين ثلاثه بطلع اثنين ثلاثه تخش المنتخب الاول او الفريق الاول، ده نجاح. فاحنا نجحنا الحمد لله ان احنا نفوز بالبطوله ديت. والنجاح الاكبر كمان الحمد لله اللي انا شايفه نجاح اكبر لما رجعنا كم واحد في المنتخب الاول. النهارده عندك هشام صلاح دخل المنتخب الاول، محمود عبد العزيز جدو، كان فيها بتاع عمر الفولي، وكان فيها احمد سامح ومهاب سعيد طبعا بيشارك بشكل اساسي. لما تطلع خمس لاعبين في المنتخب الاول ده نجاح. وبقى اللعيبه كلها بقى كلهم محترفين في اوروبا، لعيبه 2002 كلهم بيلعبوا في اوروبا او في انديتهم هنا جوه الدوري المصري وعاملين شكل كويس. فيرست تيم. مش قصه انا جاي اخد بطوله وامشي، ما قصه انا شغال سنه سنتين هيطلع من عندي كام لعيب. الحلقة كاملة موجودة على تشانل فارس هاندبول على اليوتيوب، فروح اعمل سبسكرايب وما تفوتش الحلقة.